هنقدم هديه 20 علبه رز بلبن وزبادي على الناس وهي اللي تقيم بنفسها من مكان حب ان هو يدوق الناس المنتجات بتاعته بدل من مجرد ان هو يعرضها في فيديو. واثق من نفسه جدا لدرجه ان هو خلاني اصور جوه المعمل بتاع المنتجات الالبان بتاعته. هنروح النهارده عند البان السعيد وهنشوفه رايق ولا هنتضايق. يلا. عاوز اعرفكم ان صاحب البان السعيد ده كان بادئ في مجال الالبان من 15 سنه من 2010، وكان بادئ ان هو بيوزع منتجات الالبان بتاعته على السوبر ماركتات والمحلات المشهوره في اسماعيليه، لغايه ما ربنا كرمه ما شاء الله وحب ان هو يفتح مكان يكون متخصص في المنتجات بتاعته بس في الشيخ زايد جنب كافتيريا حميدو. وتعالوا نشوف اراء الناس في البان السعيد. ناخد رايكم في حاجه. امسك خد يا مدير. لو وحش وحش، حلو حلو، بما يرضي الله قولوا. حلو بجد؟ والله. ايش يا رجاله؟ سلام. تاكل ايه؟ رز بلبن؟ لا هات واحده رز بلبن وتعالى. انت لسه واكل رز بلبن صح؟ دوق بقى الرز بلبن ده كده وانا عايزك تقول لي مين الاحسن، بس بصراحه انت راجل من ابو سويف. بجد؟ اسمك ايه؟ ماشي يا ابراهيم، اتشرفت بيك. انت بتقف فين بقى يا ابراهيم؟ انا بقى بشتغل هنا في يوم 6. طلع الراجل اللي هناك ده. السلام عليكم، عامل ايه؟ بص هندوقك حاجه، قول رايك بكل صراحه. لو فيها اي كومنت سلبي او اي حاجه وحشه قول لي. عجبتك وطلعت حلوه قول رايك بكل صراحه وبالامانه. معلقه مهب بالله عليك. شكر. ايش يا باشا؟ طب ده عباره عن ايه؟ بسبوسه على قشطه على شويه مانجا. ايوه ادي. ايه رايك؟ تمام بالامانه والله. يلا اي خدمه. السلام عليكم. عايز اقول لكم ان انا دقت الزبادي والرز بلبن، كانت حاجه جامده جدا، من احلى الرز بلبن والزبادي اللي اكلته هنا في اسماعيليه. بس هو قال لي على اللي عنده ده طاجن ام علي. عايز اوريك حاجه. بص انا خدت معلقه، كميه لبن طلعت من طاجن ازاي، حاجه بسم الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بص ده اكتر حاجه دخلت دماغي كده الطاجن ده. البان السعيد هسيب لكم ارقامهم في الكومنتات، وما تنسوش تصلوا على النبي وتستنوني في حلقات جديده. هات البان السعيد اهو هناك اهو. يلا سلام.